أنقذها من التشرد، وزوجها ملياردير لكنه يريدها خادمة. خديجة الشابة التونسية التي خرج اسمها من زوايا النسيان إلى واجهة الجدل بعدما عاشت أقصى فصول الحياة في شوارع فرنسا بلا مأوى ولا حماية، واجهت الجوع والبرد يوماً بعد يوم إلى أن أصبحت قصتها مثالاً صارخاً على التحولات غير المتوقعة التي قد تصنعها لحظة إنسانية واحدة. كانت تفاصيل اللقاء الذي جمعها برجل الأعمال الفرنسي جان بيير دوبوا نقطة التحول في حياتها بعدما انتشلها من التشرد وغير واقعها بالكامل، وكتب باسمها منزلاً، ووفر لها حياة لم تكن تحلم بها، واشترى لها الملابس، وأعلن ارتباطه بها أمام الجميع، ليبدو المشهد وكأنه نهاية سعيدة لقصة إنسانية نادرة. لاحقاً طلبت خديجة الانفصال بشكل صريح، مؤكدة أن ما يحدث خلف الأبواب المغلقة لا يشبه الصورة التي ظهرت للناس. قالت إن تصرفاته أصبحت عدوانية، وإنه غير مسؤول داخل المنزل، ولا يتعامل معها كزوجة بل كخادمة، يبحث عمن تطيعه وتخدمه لا عن شريكة حياة. كلماتها أحدثت صدمة قوية وقلبت التعاطف رأساً على عقب،